الاسماعيليه جدا وابن من ابنائها، وزي ما بقول لك انا بروح محطه جديده وبروح سوق الجمعه وبروح سوق السمك، فبالتالي عايش الوضع كله وعارف انت عاوز ايه وده عاوز ايه وده عارفني وانا عارفه. فبالتالي مش هتدار عن حد، مش هخاف بس من ربنا الحمد لله رب العالمين. لكن اتمنى باذن الله تعالى اذا اراد الرحمن ان اي كلام انا بتكلم في نقطه مهمه قوي. انا عقدي ينتهي بنهايه هذا الموسم اللي هو نهايه الدوري اللي احنا حاليا متواجدين، يعني المفروض ان انا غير مسؤول عن السنه الجديده، لكن انا بقول انا بحضر كل حاجه للسنه الجديده كامل لو كنت انا المسؤول عن السنه الجديده، بمعنى ابن النادي وكلحم اكتافي من خير النادي. فبالتالي كلمه بكررها كتير، مفيش لعيب هيمشي من النادي الاسماعيلي ومفيش لعيب هيدخل النادي الاسماعيلي الا عن طريق المدير الفني اللي هو المسؤول اولا واخيرا عن كل ما هو متعلق بالامور الفنيه. فبالتالي الكلام ده بقوله لاي حد وفي وش اي حد وقدام اي حد، انا المسؤول اولا واخيرا. خالد الأماشي مسؤول، مفيش حد بيفرض عليا قرار، لا اداره ولا داخل النادي ولا خارج النادي ولا زملاء ولا اخوه ولا بيتي ولا اصحابي ولا اولادي ولا اي حد من المحيطين بيا. انا المسؤول اولا واخيرا عن كل ما يجرى في الامور الفنيه للنادي الاسماعيلي. ليا حبايب وليا زمايل بتكلم معاهم على طول، لكن ماليش خصومات مع حد. في وقت من الاوقات قالوا ان انا على عداوه بزميل ليا في الملعب، ان انا طالبت ان هو يجي او ما يجيش. امور انا الوحيد المسؤول عن مين يدخل الجهاز او مين يبقى بره الجهاز. علاقتي طيبه بالكل، ما بغيبش ما بتكلمش على حد ابدا في ظهره، اموري كلها واضحه وصريحه. لو في اي مشاكل بتكلم مع حد قدامه، لكن بحترم الدنيا كلها، بحترم الناس كلها. اتمنى باذن الله تعالى تبقى جميع الحاجات دي كلها الرسميات عن طريق المدير الفني للنادي الاسماعيلي. كابتن خالد، النادي الاسماعيلي بعيد منذ فتره كبيره جدا عن البطولات. امتى هنشوف النادي الاسماعيلي على خطه البطولات الجديده او المنافسه على البطولات؟ اكيد الموضوع محتاج، هي منظومه كامله متكامله، بمعنى الامور الماديه طبعا بتشتغل يعني بتشغل فيها الحد الاكبر. يعني طبعا اكيد طبعا انت محتاج تدعيم وتدعيم جيد عشان تقدر يبقى في اضافات جيده على الفريق تقدر تفيد الفريق. عشان تحط رجلك بدايه مطلوب انك انت تحاول تحط رجلك باذن الله تعالى في المركز الطبيعي اللي ليك، انك انت احد الفرق المقدمه عشان تقدر تدخل احدى البطولات. عيب قوي النادي الاسماعيلي يكتفي ببطوله دوري وكاس، مش النادي الاسماعيلي ابدا. النادي الاسماعيلي فتره من فترات كان بيدخل دوري وكاس وبطوله عربيه وبطوله افريقيه، ده الوضع الطبيعي للنادي الاسماعيلي. فبالتالي انا شايف انك انت محتاج تدعيم جيد، وتحط تحت كلمه جيد دي 10000 خط. في لعب انا قعدت 3 سنين في اتحاد الشرطه، كل سنه كنت بعمل فريق جديد فيها هناك. فانا شايف ان الامور دي محتاجه جهد غير عادي، محتاجه قلب، محتاجه حماس، محتاجه انك انت تبدا بدري، محتاجه انك انت تدور، مش من يوم وليله بتروح تدور على لعيبه جداد، لا بتتابع اللعيبه كتار كتير جدا جدا في اماكن مختلفه ومدربين متابعين بيتابعوهم. موضوع منظومه صعبه جدا معقده، لكن اللي بيحب النادي اكيد ممكن يبقى المردود على النادي يبقى يعني. اتمنى برضو كلمه بكررها، الصراعات اللي كتير قوي اللي انا من يوم ما جيت النادي الاسماعيلي انا بوجه الكلام ده الاسماعيليه كلها. انا حاسس ان انا في حاله حرب، مش مدير فني، حاله حرب، بحارب طواحين الهوا زي ما بيقولوا. وده بيلعب ده عشان خاطر ابوه صاحبه، وده بيلعب ده عشان خاطر ده كابتن الفرقه وخايف منه، وده بيلعب. يعني الامور ما تتخذش ابدا بالمنظور ده ولا بالمنطوق ده. اتمنى ان احنا نحب الكيان المحترم اللي هو كيان النادي الاسماعيلي، مش مجرد انك انت بتختلف مع رئيس النادي فبالتالي بتهاجم المدير الفني، او بتختلف مع عضو مجلس اداره فبتهاجم المدير الفني، او بتختلف مع احد اللاعبين فبتهاجم المدير الفني. فبالتالي الصراعات كتيره جدا جدا متواجده، حتى بما فيهم الصراعات طبيعه الاسماعيليه فيها صراعات كتيره جدا جدا. اتمنى الكل يتحد حوالين الكيان المحترم لو كان النادي الاسماعيلي، بالاضافه انك انت ما تحبش النادي الاسماعيلي وانت جواه بس، وبره ممكن ما تحبوش او ممكن تحاربه، لا. اتمنى الكل يتحد، مش كمان خالد الأماشي بس موجود حاليا كمدير فني، انا بتكلم بصفه عامه انك انت تحب النادي الاسماعيلي سواء جوه او بره، وتحب الكيان ان هو ينجح، لان في الاخر الكيان لما يفرح اكيد شعب الاسماعيلي هيفرح، ودي عندي بالدنيا كلها يعني. كابتن خالد، بالفعل بدات ان انت تتكلم حد او تكلم لعيبه ثانيه جديده في الموسم الجديد، مراكز انت محتاجها، لعيبه جدد ينضموا للنادي الاسماعيلي، ولا لسه سابق اوان الكلام ده؟ يعني زي ما انا قريت من حبه خبر كده ان بقول لك ان خالد الأماشي وجوده مرتبط السنه الجايه بان هو يحقق المربع الذهبي. مع كل احترام وتقدير للاخ اللي بيكتب اللي هو ما اعرفش ان كان يعني يعي هذا الكلام او يعيش هذا الكلام. انا جايبه الاسماعيلي ترتيبه ال 12. انا في كلام معايا دول في الدوري الممتاز انا ادربها السنه الجايه، وفي ناس كلام معايا وكلام يعني كلام متقدم جدا جدا. انا عقدي كم مره بينتهي بنهايه هذا الموسم، لكن انا بعمل ان انا متواجد الموسم الجاي وبكلم لعيبه كتير
وبكلم ناس كتير على اعتبار في بعض اللاعبين يدخلوا النادي الاسماعيلي. زي ما قلت لك برضه مفيش حد هيدخل او حد هيخرج الا من خلال المدير الفني المتواجد حاليا طبقا للتقييم الفني في نهايه الموسم وطبقا للتقرير اللي بقدمه. لان في الاخر هي خريطه موجوده قدام الواحد، سواء مركز الجون او البقرات او الباكليفت او السيرتوكين او الهاتفندر او خط تحت الفيرود او الفراوده. النادي الاسماعيلي محتاج تدعيم خاصه في النواحي الهجوميه. لا يمكن ان انا في فترات كتيره جدا جدا بعتمد على راس حربه واحد. وفي بعض الفرق اللي بلعبهم زي مباراه الانتاج 5 فراوده بيتبدلوا عليا طوال الوقت وانا ما عنديش غير مروان محسن. بالظبط. مشكله انا بعاني منها، لكن انا بشتغل على الفترات اللي انا متواجد فيها حاليا. لكن هو التوفيق وعدم التوفيق، واتمنى باذن الله تعالى التوفيق يبقى حليفي في الفترات القادمه باذن الله. طموحك مع النادي الاسماعيلي الموسم ده كابتن خالد، ويمكن فاضل اكتر حوالي 15 مباراه، النادي الاسماعيلي قادر على التواجد في المربع الذهبي ونشوف السنه الجايه في البطولات الافريقيه؟ هو صعب، انا بتكلم صعب واعني هذه الكلمه يعني. وان كان في بعض الامور انا بقول تملي للعيبه، بقول لهم ان في بعض الاحيان في كره بتخبط في بطن العارضه وترد جوه بعض يعني جون، او ترد بطن على نفس الخط برضه وترد بره. هي النوايا، صلاح النوايا او سلامه النوايا، ودي مش متواجده ابدا في الاسماعيليه ابدا، لا في الاسماعيليه ولا في النادي الاسماعيلي. اتمنى صفاء النوايا زي ما بيقول الله يرحمه المهندس عثمان احمد عثمان، كان صفاء النوايا. وبالتالي صفاء النوايا هيفرق معانا كتير جدا جدا في التحضير والايجابيه على المرمى، والامور تبقى طبيعيه جدا جدا. برضه ارجع تاني نقطه مهمه جدا، بقول لك ان الكل يلتقي حول محبه ومصلحه النادي الاسماعيلي، دي هتفرق كتير جدا جدا معانا. يمكن كان في كلام برضه اتقال كتير ان كابتن خالد قماش في صراعات مع مجلس الاداره، كابتن خالد قماش مش متصالح مع مجلس الاداره. الجمهور حابب يعرف علاقه الكابتن خالد بالمجلس الاداره، ومجلس الاداره دوره في تدعيم النادي الاسماعيلي. مجلس الاداره جاب خالد القماش النادي الاسماعيلي، وجابش واحد من الشارع زي ما واحد مره قريت له بيقول لك انت حاربت عشان تدخل النادي الاسماعيلي. بحييك واحترمك وانا عارفك بالاسم كمان يعني. طبعا شرف ليا ان انا اتواجد في النادي الاسماعيلي، لكن لما كلموا خالد القماش عشان يجي يدرب النادي الاسماعيلي كنت في مؤتمر صحفي في مباراه المحله واتحاد الشرطه. في المؤتمر الصحفي وانا كده واحد رن عليا عشان خاطر بدايه تفاوض ان انا امسك النادي الاسماعيلي، يعني مش جاي من الشارع او جاي من القهوه او ماليش مكان اقعد معين فيه، ماليش مكان كمان احط تحت كلمه ماليش مكان دي 10000 خط، انا ماليش مكان اقعد معين، مفيش حد بيسابقني. شغلي اللي سابقني الحمد لله 3 سنين في اتحاد الشرطه، وقبل كده فترات كتيره جدا جدا في النادي الاسماعيلي، قبل كده كمدير فني وكمدرب مساعد، فترات كتيره مع مدربين كتير جدا جدا كمدرب عام، فترات كتير سوهاج، بنها، طنطا، دمنهور، اتحاد الشرطه، مغازي محله، الاسماعيلي. فالحمد لله الواحد سي في الحمد لله محترم. فبالتالي مش انا اللي قاتل عشان خاطر اجي، انا ما بمشيش في النادي الاسماعيلي اقعد احط ايدي على خدي وقاعد في مكان معين عشان ارجع النادي الاسماعيلي تاني، ولا احنا بنسلم عصايه لبعض ان انا واحد بيطلع انا بديها له عشان هو يكافئنا. الحمد لله رب العالمين. انا بقول لك انا عندي عروض محترمه جدا جدا، مش كل حاجه فلوس يعني. من خلال المباريات اللي فاتت دي احد الانديه اتكلم معايا على الموسم الجاي، وما زال كره عرض وطلب. فبالتالي زي ما قلت لك انا شغال في النادي الاسماعيلي لنهايه هذا الموسم، واللي فيه خير ربنا يعمله باذن الله. كابتن خالد الدوري السنه دي مشتعل تماما، الفرق اللي بتكسب بتخسر المباراه اللي بعديها، تتعادل المباراه اللي بعديها، فرق كبيره بتخسر من فرق في المقدمه وتتعادل معاها. شايف الدوري ازاي السنه دي؟ دوري صعب جدا جدا. لو طفيت النور كده لقيت الفرق كلها اللعيبه المصريين كلها شبه بعض. النواحي اللعيبه العاليه قوي قلت كتير جدا، اللي هو تريكا، بركات، حسني في افضل حالاته، دي اللعيبه اللي تفرق تعمل الفرق في الفريق. دي بقت قليله حبه يعني. فبالتالي الفرق كلها شبه بعض، عشان كده الدور الثاني تملي هو الاصعب اللي انا جاي عليه. ده بيتقال الفتره الاخيره، تحب تقول لي ايه الجمهور الاسماعيلي بالنسبه لجميع الاخبار؟ يعني زي ما قلت لك في اخبار كتيره جدا جدا في مواقع كتيره جدا بقراها غريبه قوي. صرح خالد القماش، قال خالد القماش، مش عارف الكلام ده كله. انا مخل جدا جدا في التصريحات الاعلاميه، وكتير جدا بيتعرض عليا مع كبار النجوم. كان كابتن فتحي الشلبي يروح كان كل احترام تقدير، كابتن احمد شوبير، كابتن كريم حسن شحاته، كابتن سيف زاهر، الناس دي كلها بحترمها وبقدرها جدا جدا. لكن بحاول لو انت طلعت في الاعلام واتكلمت يبقى نسيت انت الشغلانه بتاعتك. انت لابد يبقى التركيز غير عادي في الشغل بتاعك، والمردود يبقى من خلاله. ما بحبش اتكلم كتير، لكن بحب الشغل جدا جدا جدا. بطبيعتي بنام بدري، بطبيعتي بقوم الفجر كل يوم الحمد لله رب العالمين. انا بطبيعتي كده يعني، ما بسهرش، ما بكلمش، ماليش قعدات في حتت معينه وكل يعلمها ويعيها جيد جدا جدا جدا. انا لا بتاع قعده ولا بتاع حد يزقني ولا بتاع حد يكلمني ولا بتاع، انا بتاع رغم ربنا وبراعي ربنا في كل حاجه. واتمنى باذن الله تعالى ان ربنا يكرمني ويوفقني الفتره القادمه باذن الله. تواصل هذه اللقاءات حتى ان
الاسماعيليه كلها وجمهور نادي الاسماعيلي يعرف الكلام ده كله، واتمنى اسبوعيا حتى بعد كل مباراه على اعتبار يعرفوا ايه اللي لينا وايه اللي علينا، ومش مجرد انك انت ربنا كرمك انت بتيجي تتكلم معايا موضوع الكوره معرضه توفيق وعدم توفيق، ممكن ربنا يكرمك ممكن ربنا ما يكرمكش، فاعتبار بايجابيات بسلبيات الموضوع كله يبقى واضح وصريح للناس كلها. اتمنى بس ان ربنا يكرمنا ونقدر نقدم، لان والله كمان اقسم بالله ان بيبقى عندي عبء نفسي غير عادي انك انت بتحاول ترضي اتمنى يقول شعب الاسماعيليه او تفرحه. اتمنى الواحد ربنا يقدر يسعده ويكرمه ويوفق ان هو يقدر يسعد الشعب الاسماعيلي باذن الله. كابتن خالد شكرا جدا ليك على اللقاء الممتاز. نورتنا وكتر خيرك يعني، شكرا حبيبي.